تعالوا نعمل مع بعض سلايم بطريقة سهلة جدا في البيت وبحاجات بسيطة. بس الاول لو بتشوفوا القناة لاول مرة مننساش نشترك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل جديد من قناتنا، وكمان تلف لفة على الفيديوهات ان شاء الله هتعجبكم. ويلا بينا نصلي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا هنا احنا محتاجين طبق. الطبق ده ياريت ما نكونش بنستخدمه لاي حاجة، اي حاجة قديمة عندنا. تمام، هنا حطيت فيه غيره ابيض، طبعا انا بستخدم هنا نوع اوكي، وعليه شوية مية وقلبتهم، وبعدين حطيت اللون اللي انا عايزاه. طبعا ده لون احمر، انا ما زودتش بحيث ان انا مش عايزاه يبقى احمر غامق، انا عايزاه من درجات البينك كده. ونقلب لحد اللون بتاعنا ما يختلط مع الغرة. يعني هنا لحد الان حطيت غرة وحطيت لون احمر وكمان حطيت شوية مية وبقلبهم مع بعض. وهنيجي بقى على المكون الرئيسي بتاعنا، هنجيب شوية مية صغيرين ونحط عليهم معلقتين الدنكار ده بيستخدموه في تعتيق الجبنة الحادقة. بتروحي اي محل عند عطار وتقولي له عايزة ب2 جنيه دنكار، هيكفي معاكي شوية حلوين. وندوبهم كويس زي ما احنا شايفين كده، وبعدين هنبدأ نحط على الخليط بتاعنا. شايفين اول ما بنحطهم على الخليط عمل زي تكتلات كده، نقلب برضو، نفضل نقلب الخليط بتاعنا. انا بقى حطيت الكمية اللي معايا كلها وبعدين قلبت بايدي. خلاص كده عجينة السلايم بتاعتنا تعتبر جاهزة، هنسيبها ترتاح. بس انا طبعا بالاول بنعجنها شوية. طبعا الخطوة بتاعة العجن دي محتاجين نعجنها مش عايزين، مفيش اي مشكلة. بس اهم حاجة بنسيبها ترتاح شوية، يعني حوالي من ربع ساعة لنص ساعة. هنغطيها باي كيس بلاستيك عندنا ونسيبها ترتاح كده. خلاص عدى الوقت وهنبدأ بقى ان احنا نشوفها. شايفين عملت فقاقيع ازاي؟ خلاص كده العجينة بتاعتنا بقت تمام، او السلايم بتاعنا شغال زي الفل. نقدر بقى نعبيه في اي علب بلاستيك واطفالنا بيلعبوا بيه. بس نخلي بالنا طبعا ان دي حاجة ممكن ما تكونش امنة عليهم لان فيها غرة، يعني الغرة مشكلة بصراحة يعني، فده مش امن للاطفال قوي. بس كده كده الاطفال بيشتروه من المكاتب والحاجات دي بيلعبوا بيه، فاحنا نعمله بنوفر في السعر. شوية غرة صغيرين على معلقتين دنكار عملت لنا حتة السلايم دي. يا ريت يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك واشتراك في القناة ونعمل بقى شير للفيديو. ولو عجبتكم الفكرة ممكن تقولي لي اجرب لكم سلايم بكذا شكل او كذا نوع. السلام عليكم.